بحر الأموات. وأودين انصدم وخاف وقعد يترجاه إنه يسامحه، بس هرقل ضربه ضربة قوية جدا ووقعه ببحر الأموات علشان يغرق فيه. وبفضل تضحية هرقل ماج رجعت للحياة مرة تانية. وفجأة السحابة نزلت وخدت هرقل العرش زيوس في الأوليمب، وكل الأبطال كانوا بيرحبوا بيه كبطل عظيم. وزيوس قال له أهلا بيك في بيتك يا ابني، تقدر تعيش معانا هنا على طول. ولكن ماجي كانت واقفة بعيد وزعلانة جدا، وساعتها بتكون هتودعه لأن البشر العاديين ما ينفعش يعيشوا في الأوليمب. فساعتها هرقل بيبص لأبوه وأمه وبيقول لهم أنا طول عمري بتمنى أعيش هنا، بس مكاني الحقيقي مش هيبقى كامل من غير ماجي. أنا هختار أعيش كبشري على الأرض معاهم. فزيوس بيبتسم وبيوافق على قرار هرقل، وبينزل هرقل للأرض وبيحضن ماجي وبيعيشوا مع بعض حياة سعيدة جدا. ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش تعمل لنا لايك سبسكرايب للقناة، وما تنساش تقول لنا في كومنت تحب الفيلم الجاي يكون ايه. سلام.